متتبعي قناة عوالم مختلفة، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو، والذي سنأخذكم فيه للحديث عن أحد أهم المشاريع التي تنجز بمدينة الرباط، ألا وهو المستشفى الجديد ابن سينا، الصرح الطبي الجديد. فمرحبا بكم في هذا الفيديو. يعد مستشفى ابن سينا الجديد في الرباط علامة فارقة في المنظومة الصحية المغربية، فهو صرح طبي متميز يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. إضافة إلى ذلك، يهدف إلى تحسين جودة العلاجات وتعزيز البحث العلمي والتكوين الطبي. يقع مستشفى ابن سينا الجديد في قلب مدينة الرباط على مساحة تبلغ 11.4 هكتار. يتميز موقعه بقربه من وسائل النقل العمومي، مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة. يتمتع مستشفى ابن سينا الجديد بالعديد من الخصائص المميزة منها. بالنسبة للسعة، سيتوفر المستشفى على 1000 سرير موزعة على مختلف التخصصات الطبية والجراحية. بالنسبة للتجهيزات، سيتم تجهيز المستشفى بأحدث التكنولوجيات الطبية، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة. أما بالنسبة للتخصصات، سيضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية والجراحية، بما في ذلك أمراض القلب والجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض السرطان، جراحة الأعصاب، جراحة العظام، أمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال. وسيعمل المستشفى الجديد على تقديم مجموعة من الخدمات الصحية، منها الاستشارات الخارجية، المستعجلات، الاستشفاء، الجراحة، العلاج الطبيعي، إعادة التأهيل، التصوير الطبي، المختبرات الطبية. إضافة إلى ذلك، سيضم المستشفى مركزا للبحث العلمي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة العلاجات. ثم كذلك سيضم المستشفى مركزا للتكوين الطبي يهدف إلى تكوين وتطوير مهارة الأطباء والممرضين وغيرهم من المهن الطبية. ويهدف مستشفى ابن سينا الجديد إلى تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، تعزيز البحث العلمي من خلال دعم البحوث العلمية في المجال الطبي، تكوين أو تطوير التكوين الطبي من خلال تكوين وتطوير مهارة الأطباء والممرضين وغيرهم من المهن الطبية، الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال المساهمة في تحسين جودة العلاجات وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء المستشفى الجديد في 5 مايو من سنة 2022، وتبلغ تكلفته 4.5 مليار درهم مغربي، وسيتم تمويله بالكامل من طرف الدولة المغربية، والمتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المستشفى الجديد في سنة 2025.
في الأخير يمكن القول بأن المستشفى الجديد بالرباط يعد صرحا طبيا متميزا سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز البحث العلمي وتطوير التكوين الطبي والارتقاء بالمنظومة الصحية في المغرب. متتبعي قناة عوالم مختلفة، شكرا لكم على تتبعكم. لا تنسوا دائما دعمنا من خلال الاشتراك ووضع لايك وكتابة تعليق على الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.